3 كيلو ايه؟ ايه ده انت دافع 1400 جنيه لعيد ميلاد. بصوا يا جماعه تعالوا نجرب اغلى برجر في مصر، بيوصل سعره ل 1400 جنيه ضد بقى ارخص برجر في مصر يا جدعان ب 14 جنيه. ارخص برجر في مصر يا جدعان ب 14 جنيه، يعني رقم مجنون. انتوا متخيلين يا جماعه ان انت ممكن تشتري برجر فيه كيلو لحمه ب 1400 جنيه وفي نفس الوقت برضه ممكن تشتري برضه نفس البرجر ده بس بكام بقى؟ ب 14 جنيه يا جدعان. ده فرق كبير جدا، انتوا مستوعبين؟ انا عمال افكر في الموضوع، لا ده فرق كبير قوي يا جدعان. ايه ده؟ تفتكروا بقى هيطلع في فرق بين الاثنين برجر دول؟ مش عارف الصراحه، احنا هنجرب الاثنين برجر دول ونشوف هيطلع في فرق ولا لا. يا جدعان ده فرق يجنن. ده انت بتشتري اقول لك ايه، تشتري حوالي 1000، تشتري كام؟ حوالي 14000 ساندوتش برجر من التاني. والله انا حسبتها غلط. طب استنى تعالى نحسبها على الآلة. لو الساندوتش ب 14 جنيه نحسب 1400 جنيه على 14 جنيه 100. تصدق يعني 100 ساندوتش برجر يا جدعان. انت دلوقتي خيروك من اختيار تشتري 100 ساندوتش برجر ولا برجر واحد. اكيد كله هيختار ال100، بس 100 هيبقوا صغيرين ونوع اللحمه الله اعلم بيه وما تعرفش مصدره ايه. التاني برضو ابو 1400 جنيه. عارفين يا جماعه الساندوتش انا قبل كده كنت شاريه بس مش ب 1400 جنيه، كنت شاريه قبل كده ب 900 جنيه، ما بالك دلوقتي ب 1400 جنيه. مش عارف الصراحه. تعالوا سريعا كده نعمل مقارنه برجر وهامبرجر. يلا بينا. معاكم بقى جو ناصر، فيلا بينا. لو لسه ما عملتش سبسكرايب للقناه اعمل، لسه ما عملتش لايك للقناه اعمل، واكتب لنا بقى كومنت كده ايه في افكار نعملها سوا. يلا بينا. برجر العيد ميلاد. البرجر كان هيقع يا جدعان. 1400 جنيه كان هيروح على الارض دلوقتي. البرجر كان هيقع هيتدشمل. بص شكله عامل ازاي. السايد اللي بيطلع مع البرجر اصلا جايب شنطه لوحده قد ايه. بقول لكم ايه، ده كده البرجر ب 1400 جنيه بس مش عايز بس ايه نرغي كتير. تعالوا بقى على البرجر ابو 14 جنيه. برجر ب 14 جنيه. بص شكله عامل ازاي. تعالوا كده يا جماعه نشوف الفرق ما بينهم. تعالوا سريعا كده بس نطلع البرجر ده عشان بس ايه نشوف ايه الفرق. عايز بس ايه ابين لكم البرجر عشان بس تعرفوا فرق الحجم ما بين الاثنين. اوه فتح منين؟ اقطع يا باشا. ده انت دافع 1400 جنيه من حقك تقطع. ايوه لفلي في سلوفان. حسسني بالفلوس، حسسني بالرقم اللي انا دفعته. ده مقطعينه، ده مقطعين البرجر. تعالوا بس كده ايه نلفه. هو البرجر يا جدعان حجمه مش طبيعي. ده ما يتقالش عليه برجر، ده يتقال عليه اقول لكم ايه فاميلي برجر. يحصل فيه شير كده ايه كلكم مع بعض. ده كده حجم البرجر. تعالى شوف حجم السلايز عامل ازاي. ده عايز 5 يدخلوا يعملوا فيه شير. تعالى البرجر العادي بتاعنا ابو 14 جنيه. بصوا ساندوتش برجر غلبان يا عيني. تعالوا نشوف مكونات ده ومكونات ده. بص اول حاجه مكونات الساندوتش ده واخد طماطم، خيار مخلل، بصل، وصوص مش عارف صوص ايه الصراحه مش ههبد، وقطعه البرجر حوالي مثلا 30 جرام باين عليها كلها فول صويا وبصل، والعيش بتاعك. العيش ده حلو الصراحه مش وحش. عندك بقى في الجنب التاني البرجر ابو 1000 جنيه. يا خرابي. بص بقى هتفتح ياه هتلاقي ناتشز، هتلاقي بصل، هتلاقي قطعه البرجر العملاقه دي. اوه ايه ده. انا نفسي افهم حاجه يا جدعان، ازاي سووها؟ ازاي البرجر ده اتسوى؟ مش عارف. وخس كتير. لا هم حاطين خس كتير، يعني ممكن دي كلها كده تكون واخده كابوتشايه كبيره. واخد كمان طماطم وبس على كده. والعيش انتوا شايفين كده من المنظر ده، انتوا شايفين هل هو فعلا يستاهل الرقم ده؟ انا شايف الصراحه ان هو ما يستاهلش الرقم ده نهائي. ماله الساندوتش البرجر الصغير ده حلو بسيط والله جميل على قدنا. يعني يعني ايه الفكره في ساندوتش ب 1400 جنيه يا جدعان؟ رقم غبي. 1400 جنيه دول يجيبوا لك حوالي 3 كيلو ونص لحمه بلدي. انت متخيل؟ ده كده شكل ساندوتش البرجر ابو 14 جنيه. تعالوا نبدا اول حاجه بالساندوتش ده وبعد كده بقى ندخل على الساندوتش الغالي ابو 1480. انا نسيت اقول لكم ان في 80 جنيه احنا شلناهم من الموضوع. بسم الله. بصوا هو حرفيا بيفكرني بس دي كده حرفيا يا جدعان بيفكرني بالهمبرجر اللي كنت باكله زمان لما كنت في ابتدائي. كنا اول ما بنخلص الامتحانات على طول بنطلع ناكل همبرجر من عند مكان كده اسمه مودش. لو تعرفوه يعني. بص شكل الهمبرجر عامل ازاي. هي لحمه الهمبرجر اللي هي تحسوها لحمه فراج الله، بس هو ساندوتش بسيط قوي فاهمين. ساندوتش همبرجر بيزك قوي يعني. ده الطعم العادي فاهمين، طعم ستاندر عادي جدا. العيش صراحه حلو، عيش فريش، البصل طبعا الكلام ده كله فريش، الصوص حلو. بس هي اللحمه عايزه ايه. اللحمه طبعا مش احسن حاجه ومش الواو طبعا لان هي ب 14 جنيه. وانا مش عارف ازاي ساندوتش ده ب 14 جنيه. ده الفول دلوقتي بقى ب 16 جنيه اصلا، فمش عارف صح ازاي الساندوتش ده ب 14 جنيه. يلا بينا على المكان. تعالوا نجربوه بكاتشب. يلا بينا على المكان التاني. جرسون. خلاص عادي بهزر والله والله بهزر. خلاص عادي. يلا بوجي حبيب قلبي. عملتها فيك. بصوا ده كده شكل البرجر. تعالى كده
بصوا بقى، ده شكل البرجر الكبير اللي هو ده وزنه كيلو يا جدعان. يعني ده المفروض كده لما هتوزنه هتلاقي وزنه كيلو. ما تجيب الميزان. ميزان قصه حزينه. بصوا الميزان ده قصه حزينه متجلبص. بصوا كده متصفر عندك صح؟ بصوا بقى تعالى ننزل كده بالميزان ونوزنه ونشوف وزنه قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وزنه طلع عندك قد ايه؟ قول لي كيلو وربع. لا 3 كيلو 600. بتهزر؟ 3 كيلو ايه؟ اهو. ايه؟ الرقم اللي انا شايفه ده صح؟ 3 كيلو 600 جرام؟ مش فاهم. شوف كده الميزان عندك واضح؟ 3 كيلو 600. لا انا مش مصدق. تعال نشيل. استنى بس، هو كده بيقيس جرامات؟ لا ده مش بيقيس جرامات، ده كده الجرامات. بص هتلاقي كيلو، كيلو و200. 600. كيلو 600. 600 ولا كيلو؟ كيلو 600 يا عم. ايوه يا جدعان، كيلو 633 جرام. صدقوا كنا مفكرينه 3 كيلو؟ انا كنت اقول مستحيل تحصل دي. تعال ننزله على الميزان بس. شكرا. تعال نشوف كده بقى ايه الحاجه اللي جت مع البرجر ده. كفرات كتير، كفرات كتير برضه، كول سلو، بوكس كاتشب كتير. دي غالبا فرايز. فرايز وفرايز. جاي معايا برضه بوكسين فرايز كده. والطيارة رايحة فين؟ بطاطس وحشة أوي، بطاطس معلهاش ملح حتى. تعال نبدأ أول حاجة بالكول سلو وبعد كده ندخل على الساندوتش. ايه ده؟ حاسس فيه ريحة زفارة. لا هو ريحته تمام. ده طبق الكول سلو كده اللي بيجي معاه. بسم الله. بسم الله. حلو. بصوا سلايس البرجر. ايه يا جدعان كل ده؟ ايه كل سلايس برجر ده؟ يعني ده ازاي ده يتاكل؟ ازاي ده يتاكل بالحجم ده؟ ده ايه ده؟ ده فيه فاصوليا. اللحمه سمكها ايه ده؟ بص اللحمه سمكها كبير قوي. ازاي ده ممكن حد ياكله؟ ازاي استوى؟ مش عارف. تعالوا بسم الله. وهو واخد صلصه من على الوش كده. الصلصه دي طعمها وحش جدا. الصلصه مع البصل طعمها وحش جدا حرفيا. انت تحسها دقه اصلا. لا طعمها وحش. اللحمه عاديه. يعني انت بتاكل لحمه مفيش طعم اهو. يعني ده مش طعم برجر، ده طعم لحمه. اللحمه مستويه كويس الصراحه، ما ننكرش ان اللحمه مستويه كويس، ما فيهاش زفاره، مش نيه نهائي، واللحمه تحسها جوسي كده بس ناشفه شويه. العيش حلو الصراحه جميل، بس الصلصه مع البصل اللي فوق البرجر وحش جدا فظيع. هو موحش البرجر كله. ممكن اصلا ما اكلش البرجر كله بسبب الموضوع ده. بس الصراحه مش عارف تحسه ناتشوز ده حاجه، مش عارف الصراحه، انا مش عارف ايه. بس في حاجه غريبه انا لقيت فيها فاصوليا. دي انا لقيتها جوه الساندوتش، مش عارف دي ايه، ولا باين لها ملامح تقول عليها فاصوليا تقول عليها فول. انا مش عارف ايه دي الصراحه. اللي يعرف منكم ايه دي اكتب لنا في الكومنتس. افتح اللي بقى. أو. ده كده شكلها. ده شكل قطعه اللحمه. ايه ده؟ بص تعالى نقطع كده نشوف سوى اللحمه. اوه مستويه قوي. ما هي اللحمه دي مستويه على البخار. اللحمه دي لازم تستوي على البخار بالشكل ده. دي ما تستواش غير على البخار، بتقعد وقت معين. بس هو اللي موحش صراحه الساندوتش ده وهي الصلصه. فول سوا فين؟ ده ايه ولا دي واحده بالغلط يعني؟ مش عارف صراحه، هي دي واحده بالغلط ولا كلهم كده ولا ايه بالظبط؟ مش عارف. اقول لكم احسن حاجه الصراحه الكروسلو. يعني انا شايف صراحه ان البرجر رخيص. البرجر اللي هو سعره 14 جنيه ده شايف سعره حلو، شايفه مش وحش قوي قصاد ان البرجر ب 1400 جنيه مش الواو. يعني انا ما اشتريهوش تاني اصلا، ولا انصح حد ان هو يشتريه. ما يستاهلش خالص. الرقم ده مش حلو. وده اصلا معمول يعني تحسه ايه، معمول للشو اكتر ما معمول هو للاكل. عارفين انتوا برضو التورت اللي تلاقوها كبيره قوي دي، اللي هي اصلا اللي بتبقى معموله من عجينه السكر دي، معموله الهدف منها ان هي تتعمل بالشكل، مش تعمل منها ايه للاكل. في حاجات كده برضو بتبقى معموله للشكل مش معموله للاكل. البرجر ده معمول للشكل مش للاكل. لو هتشتريه للاكل ما تشتروهوش، مش حلو الصراحه. انا حاسس ان انا ضحك عليا، حاسس ان انا خدت على قفايا وخسرت فلوس كتير. يعني 1400 جنيه برضو حرام. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي اكتب لي بقى، هل سعر 1400 جنيه ده انت شايف ان هو سعره حلو كده ولا وحش؟ شايف ان هو سعره مناسب بالنسبه لحجمه ده؟ برضو اكتب لي في الكومنتس. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب للقناه ولايك الجميل. كان معاكم بقى جو ناصر. سلام.